الكرام، دابا غادي نصوبوا واحد الطبق، واحد الطاجين ديال القدره تويميه. هاد القدره التويميه تتكون بالفويلات والسمينه او الزبيده مذوبه اللي عودتكم ديما تنخدموا بها. غادي نبداو بالمقادير ان شاء الله. عندنا الزيت الروميه، عندنا اي نباتيه، عندنا سمينه اللي هي زبيده مذوبه، عندنا البصله محكوكه، عندنا البصله مشلضه، عندنا بصيله مكوره داك الصغيره راه تتباع، عندنا اللوز، عندنا المعدنوس بيان سور، عندنا مليحه، وهاد الفويلات ديال الغنمي والزعفران شعره، ونتكلوا على الله. وبيان سور مع اللحيمه نتكلوا على الله. يا بسم الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي انقطاع الماء. البصيله اللي حكينا، الوغ في النصيب تنديرو غير بصله وحده، تنحكوها وتنديروها، هذا النصيب. تنديرو واحد شويه الزيت الروميه، اي ما يعادل نص كاس. تنديرو واحد المعلقه ديال السمينه، تناخدو اللحيمه والطريفات ديال اللحم. كيف تتشوفوا اللحم الغنمي راه كله فتي، حاولوا تاخذوا من طريف ديال المرج، طريف الهبير، على حسب اللحيمه اللي عندكم، راه كلها فتي. تناخذوا شويه المليحه، وما تكثروش الملحه لان عندنا السمينه مالحه، والبوساد الجديده. تناخذوا شويه ديال الزعفران شعره، تنديروه في شويه الماء على ما يتخرصوا. من بعد تناخذوا العطريه، تنديروا غير سكين به، تنديروا غير الابزار شويه، ما تكثروش الابزار، وشويه ديال الخرقوم غير نغيزه. من بعد غادي نتسناو الطبق ديالنا لمده واحد ساعه الا ربع على ما يطيب لنا اللحم، باش غادي نزيدو البصله المكيوره ونزيدو البصله مشلضه وشويه المعدنوس ويوجد الطبق. مي قبل ما نشدو على الطنجره تتعرفوا بان اللوز سياخذ الوقت باش يطيب، غادي نصبوه مع اللحم. وبطبيعه الحال هاد الفويلات هادو غادي نخليوهم حتى نجيو نسيبوا البصله الصغيره والكبيره المشلضه، غادي نزيدو عليها الفويلات باش يطيبوا كلهم في دقه واحده ونتسناو. كيف قلت لكم دابا غادي نزيدو البصله، خصكم ديروا في حساب، غنزيدو واحد 6 ولا 7 البصلات مزيانين باش تعطينا الدغميره مزيانه. وهاد القبيطه ديال القزبور ما تنساوهاش، هي غنزيدوها هنايا، نزيدو الزويته ديالنا، ونزيدو ميها، نتسناوها تفش، نعطيوها واحد الساعه الا ربع ديال الطياب. كيف تتشوفوا مشاهدينا الكرام، القدره ديالنا خصنا لابد نتبعوا معها لي زيطاب. من بعد ما وجدات اللوز باللحم، دابا بقات لنا نزيدوا الفويلات ونزيدوا البصيله والمعدنوس، وتبقى واحد 12 ولا 13 دقيقه حتى 15 دقيقه على حسب الطياب، وديك الساعه يوجد الطبق ديالنا باش نشرب. ها انتم شوفوا الفوله تنقسموها على جوج باش حيت هي تطيب، ها هي على جويجات. احنا زدنا الفويله اللي صوبنا، نزيدو داك البصيله المشلضه كيف تتشاهدوا مشاهدينا الكرام،
البصيله المكوره صغيره وشويه ديال المعدنوس، نغطيو الطنجره ديالنا ونعطيوها واحد 15 دقيقه ونصبو الطاجين ديالنا بمجيئه الله. الله الله اش بغيتي احسن من هاد الجلسه هادي؟ الله يرحمك يا لاله، انا تنعقل با سيدي الله يرحمه الحاج عبد الكريم الرئيس كان تيكون جالس داك البليصه، الحاجه تتوجد السوينيه وتتوجد القطيبات ديال الكباب وتتشرمل، وساعات تنقولوا الحاج ايوا العروسه بنتي شنو غنديروا لها؟ تيقول لهم ما تلقاش ما احسن من الحاج عبد الكريم الرئيس هو اللي دير لها في عرسها. والله على ما توجد القديره ديالنا ان شاء الله دابا غادي نشرعوا في العمل ديال القطيبات اللي تنقول لكم القديره، تشوفوها ان شاء الله كيفاش نصبوها. نبداو بالحمايه الاولى، خصها تكون ملبيه في المريقه ديالها باش تعطيكم البنه. ودائما تنصحكم ما تاكلوش اللحم بزاف، حاولوا تاكلوا في اللويزات، ها الفويلات طايبين ها هما درناهم من الفوق. تناخذوا اللويزات اللي طابوا لنا مع الحيمه، ناخذوا البصيله حتى هي، شاد البصيله حاولوا باش تبقى لكم صحيحه، ما تعطيوهاش العافيه بزاف. وبصحتكم وراحتكم ها القديره ديالنا وجدات. بصحتكم وراحتكم مي فان لي زامي، الناس اللي تنبغيهم